مشعول ولا على سلطة ضبط السمع البصري. ولكن أنا سيد الوزير نعطيك لقطة فقط تؤكد على أنه ما كان لا مراقبة ولا قبلية ولا خلال العرض ولا بعدية. مثلا في مسلسل اللي قلنا أثار ضجة كبيرة في وسط الجزائريين، وهذيك المشاهدة تاع 3 مليون إلى 6 مليون، لأنه كان فيه خروقات كبيرة في المجتمع الجزائري هي اللي خلاته يوصل إلى ذاك العدد. مثلا أنك في الدقيقة 19 في الثانية 45 في حائط مكتوبة كلمة الماكو، هي منظمة محظورة في الجزائر. أين هي سلطة الضبط؟ أين سلطة الضبط من هذا؟ هل سلطة الضبط راقبت قبليا راقبت بعديا؟ احنا نشوفوا مثلا في الرقابة، في اسمح لي زميلي هذه ممكن ندير لك شويه وقت، في نشوفوا مثلا على مستوى وزارة التجارة مثلا أعوان الرقابة وقمع الغش في خلال شهر رمضان يكثفوا من عملية الرقابة، لأنه شهر عنده حرمته، شهر خاص، شهر ينزاد فيه الاستهلاك. شهر رمضان كذلك ينزاد فيه متابعة القنوات التلفزيونية. لذلك المفروض أن سلطة الضبط تزيد تكثف عملها. إذا كان يخدم ساعة يولي يخدم 10 سوايع في رمضان. أنا نقول باللي سلطة الضبط في الجزائر هي خارج مجال التغطية، معناتها تحتاج إلى ضبط. سلطة الضبط تحتاج إلى ضبط، وتحتاج بعد القانون، بعد ما مر المصادقة على القانون الجديد، قانون الإعلام الجديد، أنا نظن أنها تحتاج إلى حراك، حقيقي سلطة الضبط. لأنه ما شفناش، لأن مثلا دعوة المهنيين، أنا المهني لما يجيني ويعطيني غير واش يحب هو، واش الفايدة؟ أنا لما يجيني نحاسبه على واش كاين، على المليح وعلى المشي مليح. تفادي الإثارة، كنت ذكرت أنه من مهامها تفادي الإثارة ومظاهر العنف. أنا نشوف في عنف وكأننا في أسواق شعبية، مش في مسلسلات أو حصص فكاهية. حماية الأطفال، الآن يروج على أن الأطفال يتسربون مدرسيا، على أن الأطفال هم الذين يروجون المخدرات، على أنهم هم الذين يطعنون في الأستاذ. لذلك أنا أتمنى أن تضرب يد بيد من حديد لكل من تخوي الله نفسه على أن يمس بثوابتنا وبعاداتنا وبتقاليدنا. ونحن ودستورنا ينص على أن الإسلام دين الدولة، علينا أن ننضبط بديننا. وعندي هنا نداء أولا قبل النداء، هو نقطة مهمة جدا: من يتحمل مسؤولية هذه اللقطات الغير وطنية في هذا المسلسل؟ أهو السيناريوهيست أو المخرج أو القناة؟ ولعل العلم أن هذا المسلسل يبث في قناة وطنية، قناة كل الجزائريين. النقطة الأخيرة، أتمنى وندائي للقنوات الوطنية ألا تكون معول هدم للأسرة الجزائرية. يكفينا ما يعانيه أطفالنا، يكفينا ما نعانيه، يكفينا الانحلال الخلقي الموجود في المجتمع. لذلك وجب أن نكون يدا واحدة لبناء المجتمع. وشكرا وجزاكم الله خير. شكرا لزميلي النائب على هذا التعقيب. الكلمة للسيد وزير الاتصال للتعقيب، فليتفضل. شكرا. على كل حال التعقيب تاع السيد النائب المحترم هو تعقيب موضوعي، وحنا كنا عندنا من أسر جزائرية وعندنا نفس الآراء. أننا نتقاسم مع الآراء تاعو والاقتراحات تاعو. وحنا نقول لك يا أخي العزيز، حنا من قوة رانا كيف نحسوا نفس الإحساس. هي كاينة كما قلنا مهمة سلطة الضبط السمعي البصري، لكن كي شفنا المهمة ناقصين شوية إطارات، مازال ما ناقصين العدد. حنا كوزارة رانا دخلنا ورانا أسسنا سيلول دو في باش نتبعوا، باش نساعدوهم، باش ننقصوا حتى ولا ما نحيناش نهائيا، ولو نديروا حد نقصوا من هذا المشاهد هذوما، لان تقلقنا حتى احنا كما قلت انت. نكونوا ماذا بينا نكونوا نشوفوا في العائله كاملين، ماشي واحد يبدا يسعى الاخر يهرب الاخر كما كنا واحد الوقت. ان شاء الله انا بالعقل نحسنوا في الامور، وتكون ضربه من حديد. هذا هو كما ما درنا ديجا. كاين برامج حبست العام اللي فات، رانا كاين اشعارات، كاين انذارات، انت ما راهيش علنيه لكن عطيناهم. وكاين عيطنا للمسؤولين تاع بعض القنوات وحذرناهم، ورانا احنا ويد في اليد مع سلطة الضبط، وباذن الله ان شاء الله يكون حد من هذا المشاهد هذو.